قطاع المولدات في ظرف ما من الدولة العراقية من 2003 إلى يومنا هذا رفعوا على كاهل الدولة الكثير والكبير من الأعباء. اليوم كانت الدولة في وضع أمني مضطرب، وكانت الدولة في وضع مثلا تظاهرات أو غيرها أو هاي الاضطرابات السياسية أو الأمنية. كانت المولدات ملتزمين اتجاه ناسنا بأن يوفرون الطاقة الكهربائية. اليوم عندما بدأ التعافي التدريجي للطاقة الكهربائية لا يعني هذا نسيان هذه الشريحة، ولا يعني هذا أن لا نعطي هذه الشريحة حقها في مقطع زمني وفي مقطع مكاني كان لهم الدور في التغطية على فشل الدولة في إداء مهمتها تجاه توفير الكهرباء خاصة في أيام الصيف. لذلك اليوم على الدولة أن تكون تعمل حالة من التوازن وفق مبدأ لا ضرر ولا ضرار، يعني لا اللي احنا نضر به المواطن ولا نضر هذه الشريحة اللي كان لها دور كبير في استقرار وضع الكهرباء وفي مساندة الدولة. لذلك احنا نطالب الحكومات المحلية، نطالب الحكومة المركزية أن لا تغبن حق هؤلاء. نعم يكون هناك نوع من البالانس فيما يتم اليوم الكمية اللي تقوم فيها الدولة من الكهرباء في حالة ازدياد، وبالتالي اليوم هناك عملية توازن ما بين أصحاب المولدات وما بين تقوم فيه المولدات. نعم يكون هناك عملية تنظيم عبر عدادات لأصحاب المولدات حتى لا يكون هناك، تعرف هناك بعض أصحاب المولدات كانت هناك عدم توازن فيما يأخذ من الناس، فالدولة عملت على تنظيم هذه الحالة واستقبلوا أصحاب المولدات هذا القرار بكل رحابة صدر بأن يكون هناك تسعيرة معينة تضعها الدولة لأصحاب المولد بعد أن يخصم قيمة البنزين، قيمة العمال اللي عنده، جهده، الهامش الرابحي إلى هذا كلها لازم تحسبها الدولة وتعاون هؤلاء، لأن ذولا اليوم انتظموا في قطاع اسمه اتحاد أصحاب المولدات، نقابات لأصحاب المولدات، وأصبحوا ينادون بحقوقهم، وبالتالي هم أبنائنا وأهلنا وناسنا وأخوتنا وولدنا كلهم عراقيين وأصحاب أرزاق. يجب أن تكون هناك عملية مبدأ لا ضرر ولا ضرار لحقوقهم.